معنا الآن من القاهرة دكتور أحمد لاشين أستاذ الدراسات الإيرانية جامعة عين شمس. دكتور، ما تقييمك لهذا الحادث والمعطيات القليلة والمعلومات المتوفرة حتى هذه اللحظة؟ مساء الخير على الجميع. إلى الآن ما فيش معلومات كافية لتقديم صورة كاملة عن الحادث، لكن المعلن من وسائل الإعلام الإيرانية أن الطائرة اللي كانت بتقل إبراهيم رئيسي كان معاه وزير الخارجية عبد اللهيان ومجموعة من المسؤولين رفيع المستوى اللي كانوا موجودين معاه على نفس الطائرة. وإلى الآن لم تخرج أي تصريحات خاصة بمحاولات إنقاذ الطائرة، لكن كل التقارير بتفيد أن سوء الأحوال الجوية في منطقة أذربيجان هي السبب في الحادث إلى الآن. ده المعلن لغاية هذه اللحظة على كل وسائل لكن الإعلام. لماذا في تضارب في بعض المعلومات دكتور؟ يعني منذ قليل كان في أخبار أيضا عن وسائل إعلام إيرانية متعلقة بأن الرئيس إبراهيم رئيسي بخير وهو متوجه إلى منطقة تبريز، أما الآن فعلى ما يبدو أنه المروحية أو فرق الإنقاذ تحاول الوصول إلى المروحية أو إلى آخر ذلك من أخبار. طبيعة الموقف السياسي نفسه معقد للغاية. طائرة رئيس الجمهورية معرضة لأزمة خطيرة جدا، معناه أن مستقبل البلاد كله على المحك في هذه اللحظة. طبيعي أن وسائل الإعلام بيظهر لها بعض التصريحات المتضاربة، لكن إلى الآن المعلن على رسميا إلى هذه اللحظة وحتى على بعض المواقع شبه الرسمية أن لم يتم الوصول إلى طائرة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى هذه اللحظة. وبالتالي من طبيعة الأحوال في المواقف المعقدة أن تكون التصريحات السياسية في حالة من التضارب، لأن إن كان هناك حدث حقيقي أو ضرر حقيقي أصيب به الرئيس، معنى ذلك أن هناك أزمة في تأمين الرحلات الجوية الخاصة بمسؤولي النظام الإيراني، أو هناك شبهة ما قد ومن هنا قد تشير إلى بعض العمليات الإرهابية في الداخل. فمن طبيعة الأحوال أن تكون التصريحات في حالة من التضارب إلى هذا الوقت في هذه المواقف الحساسة. طيب، طبيعة الحدث اللي كان موجود فيه وفكرة العلاقة مع أذربيجان أو بفكرة الوجود في اتفاق من هذا النوع ثم هذه الحادثة، هل يشير إلى شيء في رأيك؟ يعني هل طبيعة وجوده في هذه المنطقة أو في هذا المكان يشير أو يفيد بأي شيء في دلائل أو معطيات على الأقل هذا الحادث؟ هو الغريب في الأمر أن الأحوال الجوية فعلا كانت سيئة جدا في منطقة أذربيجان قبل الرحلة بشكل عام. يعني الرحلة ما طلعتش وبعد كده اتفاجئنا أن الأحوال ساءت، لكن الأحوال كانت سيئة فعلا قبل خروج الموكب الرئاسي الجوي وفي الطريق. وبالتالي من الغريب أن يتم الإصرار على أن تتم رحلة إبراهيم رئيسي في هذا التوقيت بالذات، وده من علامات الاستفهام غير الواضحة، لأن كل تقارير بتشير، حتى تقارير الأحوال الجوية اللي منشورة على بعض المواقع وعلى تليجرام وغيرها من المواقع الإيرانية الرسمية وغير الرسمية، أن الأحوال الجوية كانت في هذا التوقيت سيئة. فلماذا الإصرار على قيام الرحلة في هذا التوقيت بالذات، رغم العلم أن الضباب الكثيف اللي كان بيغطي المنطقة هناك كان واضح لكل الجهات المعنية بتأمين رحلات إبراهيم رئيسي أو تأمين رحلات المسؤولين رفيع المستوى. هو بالفعل الصور اللي بنعرضها الآن على يمين الشاشة بيبدو فيها فرق الإنقاذ في منطقة أذربيجان الشرقية كما ذكرت، وبتبدو أيضا معها بالفعل يعني وجود سوء لأحوال الطقس في هذه المنطقة. على أي حال أنا بشكر حضرتك حتى هذه اللحظة دكتور أحمد لاشين أستاذ الدراسات الإيرانية جامعة عين شمس، شكرا جزيلا لك.